في خبر جديد، القوات المسلحة المغربية تتصدى لمحاولة اقتحام عناصر من الجيش الجزائري للحدود في الجهة الشرقية للمملكة. أفادت مصادر المطالعة أن عناصر من الجيش الجزائري تمركزت قبالة خندق للقوات المسلحة المغربية، ما دفع مدرعات من الجيش المغربي للتحرك دون إطلاق نار، ما عجل بهروب عناصر الجيش الجزائري والعودة إدراك سبيلهم، وهو الأمر الذي أكده شريط فيديو توسط به جريدة إشكين المغربية، وهو عبارة عن مقطع يوثق لحظة حضور القوات العسكرية المغربية إلى عين المكان. ويبدو أن نظام جنرالة الجزائر لا يدخر جهدا في حركته الاستفزازية والعدائية اتجاه المغرب، فبعد أحداث ضيعة العرجاء التي استولى فيها النظام الجزائري على أراضي ظل الفلاحون المغاربة يشتغلون بها لعقود من الزمن، عادوا ليعيدوا سيناريو العرجاء بنفس الطريقة، واستغرب نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الدافع الذي حرك عناصر الجيش الجزائري. وهل هذا تمهيد لإعادة سيناريو العرض بإقليم فيجيج حينما مهدت الجزائر لأخذ تلك الضيعات بنفس الطريقة، مطالبين الجهة المعنية المغربية بالتدخل من أجل توضيح ملابس أساس هذا الحادث؟ ونشر منتدى القوات المسلحة المغربية بالحرف الواحد ما يلي: المملكة المغربية خط أحمر، وأي حماقة من قبيلة الخلط أو الخلط المجور ستقبل بنار لا يمكن أن يتخيلها أحد. المحاولات الانتحارية للنظام الإرهابي المجاور لجر المنطقة لمستنقع حرب إقليمية حتى لا تغرق الجزائر وحيدة بفعل الأزمة لن تجد نفعا، والبحث عن مشاكل الحدودية ستكون له عواقب وخمة سيؤذي ثمنها البسطاء من السجن الضخمة المسمى بالجزائر. وختم المنتدى بعبارة في الصورة: أجدادهم حفاة عراة بين يدي جنودنا، وفيما يبدو طبول الحرب تقرع، ومن لا يسمعها فهو عصم الجارة الشرقية تبحث بكل السبل الممكنة عن الحرب، لكن هيهات، فبيأذق العسكر الجزائري قاموا بمحاولة لاستفزاز رجال قوتنا المسلحة الملكية الذي كانوا على درجة عالية من ضبط النفس والحكمة والرزانة، الشيء الذي أجبر عناصر المرادية على الانسحاب بعد عدم نيل مرادهم فتحه لقوتنا المسلحة الملكية المرابطة في الحدود. فلتحيا قوتنا المسلحة المغربية المرابطة في الحدود.